لو قلتلك إن كل حاجة فيك من لون عينيك لطريقة تفكيرك لطولك وحتى استعدادك للإصابة ببعض الأمراض، كل ده متسجل على أكواد. الأكواد دي مش مكتوبة على ورق ولا متخزنة على هارد ديسك، دي موجودة جوه كل خلية من خلايا جسمك واسمها ال DNA أو المادة الوراثية. في حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنتكلم على ال DNA كسر إلهي مكتوب جوه كل إنسان، سر أشار ليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من قرون. ال DNA هو اختصار لكلمة ديوكسي رايبو نيوكليك أسيد، ودي عبارة عن جزيئات ضخمة جدا بتحمل المعلومات الوراثية الخاصة بالكائنات الحية كلها من أول البكتيريا لحد الإنسان. وال DNA بيتكون من وحدات أصغر منه اسمها نيوكليتيدات، كل وحدة من دول بتتكون من حاجة أصغر منها اسمها القواعد النيتروجينية، وكمان سكر خماسي ومجموعات الفوسفات. كل الحاجات اللي بنتكلم عنها دي ما بتبقاش موجودة في تسلسل عشوائي، دي بتبقى مترتبة ترتيب معين زي ما تكون مكونة جملة، وكل جملة من دول بيدي جين، يعني شفرة لتكوين جين، والجين ده المسؤول عن ظهور صفة معينة في الجسم زي لون العين أو نوع البروتين اللي الجسم هيصنعه. يبقى كل الصفات اللي موجودة في جسم الكائن الحي المسؤول عنها جين هو المسؤول عن ظهور الصفة دي. طيب ال DNA بيشتغل ازاي؟ كل خلية في جسمك فيها نواة، والنواة دي فيها